السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أغلى وأحلى أخوات في الدنيا. أنا أفكار ميرو ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو سهل وبسيط جدا. هنعمل مع بعض الكب كيك الحادق بأسهل وأسرع طريقة كده. حاجة في منتهى الجمال، تنفع وجبة خفيفة سريعة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وكمان تنفع في اللانش بوكس الولاد عشان المدارس. حاجة كده في منتهى الجمال، ريحتها تجنن وطعمها حلو جدا وطريقة التحضير سهلة وبسيطة. تعليقاتكم بتفرحني جدا، ومشاهدة الفيديو للآخر يسعدني ويرفع القناة. يلا بينا نسمي الرحمن ونشوف الفيديو بتاعنا القمر السهل البسيط. أول حاجة كده يا حبايبي، حطيت بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت عليها نص معلقة من الملح مش هكتر، ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، وحطيت معلقة من الخل. والفيديو ده برعاية لولو، هي اللي هتقلب النهاردة، وهي تقريبا اللي طلبت الطلب بتاع الكب كيك الحادق ده، وحبيته جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا حبايبي، وبعد كده هنبدا نضيف كوبايه من اللبن وعلبه من الزبادي، وممكن كمان لو حابه تعمليها بميه هتكون عاديه خالص، بس كل ما تعلي القيمه الغذائيه هيكون حلو جدا للولاد، وبالذات في اللانش بوكس مع يوم طويل في المدارس. الحاجات الصحيه بتكون مفيده جدا ليهم. هنقلب كل المكونات مع بعضها كويس جدا. بعد ما خلطنا اللبن بالزبادي بالبيض بالملح، هضيف كده حبايبي كوبايه من الجبنه الشيدر. ممكن كمان تضيفي اي نوع جبنه عندك، حتى لو كانت جبنه بيضه في التلاجة او بواقي جبنه بيضه، المهم تعلي التست وتعلي الطعم بتاع الكب كيك. وبعد كده يا حبايبي هنبدا نضيف عليها ربع كوبايه من الزيت، وممكن كمان تضيفيها في الاول، بس زي ما انتوا شفتوا ان الفيديو ده برعاية لولو، هي اللي كانت بتحط المكونات وانا كنت بقلب. وحطت كده الزيت كان اخر حاجة، حطي اول حاجة عادي زي ما انت تحبي، بس كل ده قلبيه مع بعضه كويس جدا. وبعد كده عندي كوبايتين من الدقيق، هبدا احطهم بالتدريج. احط كده في الاول تقريبا كوبايه من الدقيق، واحط عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، ما يعادل 16 جرام من البيكنج باودر او معلقتين صغيرين. وهنبدا نقلب كده شويه بشويه. احنا القوام بتاع العجينه اللي احنا هنستخدمه النهارده هيكون تقيل شويه، اتقل من الكيكه، وهقولك دلوقتي ليه. مضفناش اي نوع من الخميره البيره ولا اي حاجه، كل اللي ضفناه معلقه كبيره من البيكنج باودر. وبعد كده هبدا ازود بقيه كميه دي اللي معايا، هضيف شويه بشويه عشان العجينه متتخنش معايا او ما تتقلش معايا لا قدر الله. لو العجينه بتاعتك تقلت معاكي، ممكن تضيفي لها شويه ميه بساط، او كمان حبه لبن بسيطه جدا لغايه لما العجينه تبقى بالقوام ده. شايفين كده ما شاء الله، هو ده القوام المناسب. بس خلاص المضرب تقل معايا، هبدا كده نركن المضرب على جنب، واجيب المعلقه او الاسباتيولا وابدا كده الم بيها العجينه بتاعتي. الجبنه هنا حلوه جدا زي ما انتم شايفين، وريحتها وطعمها هيكون ممتاز. ممكن تحطي اي نوع جبنه عندك. انا بص بحب الصراحه بواقي الجبنه اللي في التلاجة، بحب احطها في المعجنات، بتخلي المعجنات بتاعتي طعمها حلو جدا. هاتي اي بواقي في التلاجة عندك بقى، زيتون، فلفل، لانشون، حطي سلامي لو حابه، حطي اي مكونات عندك. انا كان عندي حبه زيتون اخضر وحبه فلفل اخضر كده قطعتهم، وكان عندي مكونات عندك في التلاجة، فلفل الوان اللي تحبيه وتحب طعمه واللي ولادك كمان يحبوا. بس العجينه دي فعلا كانت مبهره، وهقول لكم هي في الفرن كانت ريحتها عامله ازاي، كانت رهيبه حرفيا. قلبتهم كويس جدا عشان العجينه كلها تبقى فيها الزيتون وفيها الخلطه اللي احنا حطيناها اللي هي الفلفل الاخضر وكمان اللانشو كده. لما شايفين العجينه ولا هي سايله ولا هي تقيله. جبت الصينيه بتاعت الكب كيك دي حبايبي، وبدرتها بشويه دقيق ودهنتها زيت كويس، وبعد كده بدرتها بشويه دقيق، وهنبدا ننزل على طول بمعلقتين من العجينه اللي معانا. بصوا هي المعلقتين تطلع مظبوطه قوي، ما تحاوليش انك تمليها على الاخر عشان ما تبقاش بومبي زياده عن اللزوم، او كده مليانه زياده عن اللزوم، تبقى حلوه كده وصغنططه. يعني المعلقتين هيكونوا مناسبين جدا. اخلص كله كده بنفس الطريقه، بس اهم خطوتين هتاخدي بالك منهم عشان يدوكوا لون حلو، وكمان يدوكوا طراوه للعجينه بتاعتك، ما تبقاش معاكي ناشفه من فوق. هنخلص كل الكب كيك كده بنفس الطريقه ما شاء الله. الكميه دي عملت 12 واحده وكانوا حلوين جدا. يعني انتوا لو اسره صغننه كده هتكون لطيفه جدا. كان عندي كده حبايبي حبه زيتون اسود واخضر كنت مخلياهم، وكمان حبه فلفل احمر للتزيين. بصوا كده قمر، مش محتاجه كلام. العجينه بتاعتك لازم تخلي بالك منها ان ما تكونش خفيفه. العجينه لو خفيفه مش هتستحمل كل اللي احنا حطيناه فيها وتطلع معاكي معجنه. لازم العجينه بتاعتك تكون تخينه شويه. المكونات بتاعتنا
او الخضار بتاعنا اللي احنا ضفناه ما ينزلش في قعر الكب كيك كده، ويطلع خفيف ولذيذ جدا. بعد ما خلصنا الزيتون كده هنحط حبه الفلفل الاحمر كده بنفس الطريقه. شايفين الجمال؟ تحفه، شكلها قمر وحلو جدا. تركه بسيطه هعملها كده يا حبايبي، ان انا هدهن الوش دهنه بسيطه من الزيت علشان الوش يحمر معايا وياخد لون. هي دي عجينه ما فيهاش اضافات كتير. ممكن كمان لو حابه تدهنيها بيض ولبن تمام، حابه تدهنيها بيض برضو تمام. ممكن ترش عليها حبه بابريكا بسيطه كده من فوق، هيديكي اللون الاحمر القمر. بس انا دهنتها دهنه زيت بسيطه علشان تديني لون كده من على الوش، ويكون لونها كده محمر شويه. هي في العاده بيكون لونها ابيض، بس دهنه الزيت دي هتخلي الوش يحمر معاكي. مش حابه الخطوه دي، ممكن ترشي رشه بابريكا يطلع معاكي تحفه تحفه، شكلها حلو جدا. هنا نيجي بقى في مرحله الخبز. هتاخد في الفرن تقريبا من تلت لنص ساعه، او لغايه كده الخله الخشب ما تطلع كده ما شاء الله مش معجنه معاكي وتطلع نظيفه، ويطلع الكب كيك تحفه تحفه تحفه. يعني ما شاء الله والله اقول لكم ان هي ما استنناش عليها ان هي تبرد. كل ما تبرد كل ما تبقى احلى. بس وهي سخنه ريحتها قمر، وهي وفي الفرن كمان كانك بتعملي بيتزا مش بتعملي كب كيك. تحفه، ريحتها حلوه جدا. ولادي بيقول عليها كب كيك بيتزا. الصراحه هي خطيره خفيفه والله العظيم، مفيدة صحية جدا. المواد اللي فيها مواد صحية جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. لونها قمر زي ما انتوا شايفين، بتخلى معانا بكل سهولة عشان احنا دهنين الصواني بتاعتنا زيت كويس، ورشينها مبدرينها كويس بالدقيق. ما ينفعش ابدا في العجينه بتاعتنا دي ان احنا نعملها في الكب كيك الورق، علشان هتلزق معانا، علشان فيها جبنه. بصوا القمر، بصوا الجمال، تحفه تحفه، شكلها حلو جدا، هشه خفيفه جدا. بس كان السخنه مولعه، ولادي ما استنوش عليها تبرد ابدا، وخدوها زي ما هي كده في الصينيه. شايفين الجمال؟ شكلها قمر، جربوها، سهله وبسيطه. ما خدتش معايا وقت خالص. كل الوقت اللي هتاخده في التسويه، وتطلع بالشكل القمر ده. ملاحظين كده ما شاء الله؟ اتاخدت هي كده وفي الصينيه. ربنا يبارك يا رب، يحافظ على اولادنا ونفرح بيهم دايما يا رب. حلوه جدا لللانش بوكس، صحيه، فيها مواد غذائيه حلوه جدا. الزيتون والبيض والزبادي واللبن اللي احنا ضفناه. المكونات اللي في التلاجة كده جمعيها واعملي احلى كب كيك. بصوا، تقولوا بيتزا قولوا كب كيك، حاجه كده في منتهى الجمال. ريحتها قمر، كأنك كده خابزه بيتزا في الوقت ده. الكب كيك الحادق من احلى الحاجات الحلوه اللي تحطيها في اللانش بوكس لاولادك. خفيفه سهله لذيذه، ما خدتش معانا وقت ولا مجهود، من غير اي تعب ولا اي مجهود، طلعت بالشكل القمر ده. شايفين ما شاء الله مستويه وهشه ومفرغه ازاي من جوه، ما فيش اجمل من كده. الحشوه حلوه جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم والفكره تكون عجبتكم، وتجربوا القمر التحفه ده. ما تنسوش تدعوا لي، هتتاكل هي سخنه مولعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكره تكون عجبتكم. ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو. يا رب يبارك لنا في اولادنا يا رب، ويعود علينا الايام بخير. كل سنه وانتم طيبين. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام، صلوا على حضره النبي العدنان. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتشجعوني بلايك وكومنت حلو. اخر الكلام، سلام.